بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس كيأمر، شوفوا معايا، بأمر ملكي والي كل إقليم في المملكة، يعني الوالي ديال أي إقليم في المملكة المغربية من طنجة حتى القويرة طبعا، سيعقد لقاء تشاوري مع ساكنة المنطقة. يعني أي والي غادي يدير واحد اللقاء تشاوري مع السكان ديال المنطقة اللي هو والي عليها. هذه أوامر ملكية ماشي أوامر حكومية. أوامر حكومية كيكونوا فيها بعض المرات زيكزاكات، ولكن الأوامر الملكية ما تقدرش تهز راسك قدام سيدنا، قدام الملك فاش كيامر راه ما كيطلبش كيامر. تفهمنا؟ يعني كل والي ديال كل منطقة من طنجة للقويرة غيجتمع مع المواطنين اللي ساكن في المنطقه اللي هو والي عليها، وغادي يشوف شنو خصهم من جميع المستويات، من التعليم، من الصحه، من العمل، من اي حاجه، من المواد الاوليه، من الماء، من الضوء، من كل شيء. يعني هذا امر ملكي لجميع ولاة جميع الاقاليم المغربيه من طنجه للقويره. يعني اي واحد خصاتو شي حاجه غير كتبوا دابا ورقه وستيلو وخبعوها فاش تمشيو للقاء تشاوري ان شاء الله. يعني ما غاديش يجمع هو الساكنه كامله، غيجمع واحد كما نقولوا المرشحين اللي غيختارهم الشعب، يعني المواطنين ديال ذاك الاقليم اللي غيتناقش معهم ويشوف شنو خاص ديك الاقليم وغيتقاد. الحمد لله الاصلاحات بدات كتبان، الحمد لله الملك ديالنا بدا كيخدم خدمه نقيه، الحمد لله بدات كتبان النتائج ديال العمل ديال الملك ديالنا الحبيب. وكنتمنوا من الحكومه المغربيه انها تشد بيديها بيد الملك ديالنا الحبيب ونزيدوا القدام بهذه البلاد ان شاء الله. وعلاش لا نكونوا اجمل بلد في افريقيا، ورحنا اصلا هذا اللقب واخدينه، غير نزيدوا نثبتوه الاعداء الوحده الترابيه والاعداء النجاح، لان المملكه المغربيه هي أعظم مملكة في إفريقيا وفي العالم. علاش لا؟ بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس كيأمر، شوفوا معايا، بأمر ملكي والي كل إقليم في المملكة، يعني الوالي ديال أي إقليم في المملكة المغربية من طنجة حتى القويرة طبعا، سيعقد لقاء تشاوري مع ساكنة المنطقة. يعني أي والي غادي يدير واحد اللقاء تشاوري مع السكان ديال المنطقة اللي هو والي عليها. هذه أوامر ملكية ماشي أوامر حكومية. أوامر حكومية كيكونوا فيها بعض المرات زيكزاكات، ولكن الأوامر الملكية ما تقدرش تهز راسك قدام سيدنا، قدام الملك فاش كيامر راه ما كيطلبش كيامر. تفهمنا؟ يعني كل والي ديال كل منطقة من طنجة للقويرة غيجتمع مع المواطنين اللي ساكن في المنطقه اللي هو والي عليها، وغادي يشوف شنو خصهم من جميع المستويات، من التعليم، من الصحه، من العمل، من اي حاجه، من المواد الاوليه، من الماء، من الضوء، من كل شيء. يعني هذا امر ملكي لجميع ولاة جميع الاقاليم المغربيه من طنجه للقويره. يعني اي واحد خصاتو شي حاجه غير كتبوا دابا ورقه وستيلو وخبعوها فاش تمشيو للقاء تشاوري ان شاء الله. يعني ما غاديش يجمع هو الساكنه كامله،